السلام عليكم متتبعي الكرام. اليوم وصلتنا أخبار محزنة على هشام زوج المؤثرة المغربية خديجة اللي خلف صدمة كبيرة لكل المغاربة. إذا خليكم معايا باش تعرفوا اش قالت خديجة على الحالة ديال الزوج ديالها هشام. كما كتعرفوا كاملين مرت 20 يوم على سفر خديجة وهشام لفرنسا باش يتلقى العلاج اللازم. كان هشام دخل في غيبوبة في الوقت اللي وصل فيه لفرنسا ودار عملية على المصرانة الزايدة. شوية بشوية الحمد لله بدات حالته في التحسن بعد الجراحة. وعلقات خديجة في حسابها على الانستغرام قالت الحمد لله حالة هشام بدات كتحسن، ولكن ما تنساوناش بدعواتكم الطيبة. ولكن الخبر المؤسف اللي تلقيناه في هذا النهار كان صادم جدا للأسف. هشام مازال في حالة حرجة بزاف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنا كنتظروا أن نسمع شي خبر زوين على هشام وأنه غادي يبدأ في العلاج ديالو الكيميائي. للأسف هشام مازال في حالة حرجة صعيبة ومؤسفة بزاف، والجسم ديالو مازال ما مستعدش باش أنه يبدأ العلاج اللي مشى على قبل لفرنسا. والبارح بدأ أول حصة ديال العلاج الكيميائي، غير باش أن داك المرض ما يزيدش يتفاقم وما يزيدش ينتشر في الجسم ديالو، ومازال ما مستعدش أنه يبدأ العلاج اللي مشى على قبله لفرنسا. كنتمنى من الله ينزل شي رحمة وينزل شي معجزة من عنده اللي تخلي هشام يسترجع القوة ديالو ويرجع لحياته السابقة ويتشافى من هذا المرض الفتاك اللي قلب حياته سفاها على علاها. ونتمنى أيضا ربي يشفي جميع المرضى يا رب العالمين.